الأهلي بيبتدي مشواره في دوري أبطال أفريقيا بالفوز على شبيبة القبائل 4-1 مع الرأفة. الأهلي كان ممكن يكسب أكتر من كده، بس في فرص كتير ضايعة من لعيبة النادي الأهلي سواء في الشوط الأول أو حتى في الشوط التاني. بعيدا عن إن الأهلي بيدور على اللقب رقم 13 في تاريخه من دوري أبطال أفريقيا، وبعيدا عن إن الجمهور بقى بيطلب من يوستروب واللعيبة إن هي ترجع اللقب اللي غايب اللي بقاله موسم. يعني الأهلي بقاله سنة بس ما خدش دوري أبطال أفريقيا، واللي أخد البطولة هو بيراميدز. بعيدا عن كل ده، في 3 حاجات عاوز اتكلم عليهم في ماتش الاهلي وشبيبة القبائل. اول حاجة يستروب مدير فني كبير وسي في قوي، وهو ده المدير الفني صاحب الشخصية القوية والسي في القوي اللي اتمنى من إدارة الزمالك بعد ما نحل كل الأزمات اللي عندنا إن شاء الله ونيجي ندور على مدير فني أجنبي، ندور على شخصية زي يستروب. أولا مدير فني كبير، عنده شخصية، راجل بيذاكر المنافس بتاعه كويس، راجل عنده إمكانيات وعنده أفكار بيخلي اللعيبة تطبقها. شغله باين مع الأهلي من يوم مباراة الأهلي والمصري اللي كانت في برج العرب وتعادلوا 0-0. من الماتش ده وأنا مقتنع بالمدير الفني ده، وقلت عليه مدير فني كبير. وشفنا طبعا في السوبر المصري والضغط العالي اللي كان عامله على سيراميكا أول نص ساعة والأفكار اللي هو بينفذها. وفي ماتش الزمالك حتى كسب الزمالك بأقل مجهود ممكن. ولما نشوفوه في ماتش شبيبة القبائل، لا لعيبة الأهلي اصل هي دي اللعيبه اللي بدأت الموسم واللي كانت اسوأ انطلاقه في تاريخ النادي الاهلي. فهي نفس اللعيبه، بس اللعيبه مع يستروب بتطلع 100% من قدراتهم. لعيبه بقت واعيه، لعيبه بقت بتنفذ الافكار بتاعته، وهو بقى راجل ليه بصمه مع النادي الاهلي. فالراجل ده الناس تديله حقه، لان انا بشوف دايما الناس بتطلع تتكلم على اللعيبه وعلى زيزو وتريزيجيه وامام عاشور. لا يستروب بامانه شخصيه قويه اولا زائد ان هو عنده افكار، ولاعيبه النادي الاهلي بقت بتطبق افكاره داخل الملعب. ده شغل مدير فني، وما ينفعش ان احنا يعني ايه نخسف بشغل المدير الفني. لا راجل، هي نفس اللعيبه اصل اللي الاهلي بدأ بيها موسم يعتبر اسوأ انطلاقه في تاريخه. بس بامانه يستروب مدير فني كبير. وتاني اتمنى من اداره نادي الزمالك بعد ما نفك الازمات اللي عندنا ونيجي نتعاقد مع مدير فني اجنبي، عشان كده كده انتوا هتمشوا احمد عبد الرؤوف وهتجيبوا مدير فني اجنبي. اتمنى يبقى ده السي في اللي قدام منك تجيبه. عندك يستروب وعندك يوريشيتش، 2 مديرين فنيين على اعلى مستوى. يعني تخيل الناس بتطالب يستروب بدوري ابطال افريقيا، انا مش عارف احنا نعمل ايه. يعني الاهلي بيدور على اللقب رقم 13، احنا نعمل ايه؟ طب نسيب القاره ونمشي نروح نلعب في القاره اللي هي بيلعب فيها اوكلاند سيتي اللي كل سنه بياخد بطوله قاريه، ويروح يلعب في كاس العالم للانديه اللي الاهلي بيقابله يكسبه، بيراميدز بيقابله يكسبه. نروح طب نقعد هناك كام سنه ناخد كام بطوله قاريه ونفوق وبعد كده نيجي. ما هو من حظنا السيء ان اقوى فرقتين في افريقيا هما معانا في نفس البطوله الدوري المصري، الاهلي وبيراميدز. وكده كده دوري ابطال افريقيا مش هيخرج بره الاهلي وبيراميدز، وبيراميدز اللي كسب 3-0 وبهاتريك قطه. فاحنا حظنا السيء ان الاهلي وبيراميدز معانا في نفس الدوري. تاني حاجه عوده امام عاشور. بص من الاخر، امام عاشور بيثبت كلام كل جمهور مصر، اهلاوي بزملكاوي باتحداوي باسماعيلاوي، ان امام عاشور احسن لعيب كرة في مصر ومن احسن اللعيبه داخل افريقيا. امام عاشور لعيب كبير، لمسته مختلفه، عنده قدرات مش موجوده عند اي لاعب في الدوري المصري. قدرات بدنيه وقوه وسرعه ومهاره، وعنده كل حاجه جميله. بسم الله ما شاء الله على امام عاشور. امام عاشور انا هفضل طول عمري اقول ده اللاعب الوحيد اللي انا زعلت عليه ان هو مشى من نادي الزمالك. يعني انا ازعل على زيزو وازعل على بن شرقي بس مش هقول لك ازعل، انا اتقهر على لعيب زي امام عاشور اللي هو ما يبقاش موجود عندي في فريقي، او ان هو كان موجود عندي في يوم من الايام وانا فرطت فيه بكل سهوله. امام عاشور كان هيبقى اهم لاعب في الزمالك لمده 15 سنه، لان هو حاليا اهم لاعب في مصر. امام عاشور لعيب كواليتي مش موجود. طبعا عودة حميدة لإمام عاشور بقاله 6 شهور أو 5 شهور من شهر 6 من ساعة ماتش انتر ميامي هو مش موجود. طبعا إمام عاشور بيرجع، هو إمام عاشور كواليتي مختلف. بيساهم في الجون التالت اللي تريزيجيه سجله، وبيسجل الجون الرابع. في لعيبة أنا بشوفها بتقعد طول الموسم تلعب وتيجي تقولك أنا كنت محتاج فرصة أكتر من كده، أو كنت محتاج وقت أشارك فيه أكتر من كده. إمام عاشور بقاله 5 شهور ما لمس الكورة غير 10 دقايق ولا ربع ساعة في ماتش إنبي، وبعد كده تعب. إمام عاشور بينزل ربع ساعة بيحول الدنيا. الأهلي كان كسبان 2-1 وكان ممكن الاهلي يتضغط ويتسجل فيه التعادل، امام عاشور نزل بيساهم في هدف وبيسجل هدف.
امام كورته مختلفه عن اي لعيب في الاهلي او حتى في الدوري المصري. لعيب ليه تقله، اللعيبه بتدور عليه، لعيب عنده قدرات غير طبيعيه، لعيب قادر ان هو يخلي الاستحواذ 90 دقيقه مع النادي الاهلي، لعيب بيتحرك في الاماكن الفاضيه ويعرف يمسك كوره ويعرف يحرك لعيبته. بامانه الله اكبر على امام عاشور. لعيب مختلف، لعيب فعلا مختلف عن اي لعيب في الدوري المصري. طبعا اكتر واحد مبسوط يمكن اكتر من جمهور الاهلي ومن يستروب هو كابتن حسام حسن. يا كابتن حسام، امام عاشور اللي انت كنت بتقول عليه غايب وان انت كنت بتقول من العناصر الاساسيه، امام عاشور راجع. اتمنى تاخده كده من ايده وتروح بيه على المغرب تجيب البطوله وتيجي. امام عاشور اهم لاعب في منتخب مصر، اهم لاعب يبقى مع كابتن حسام حسن. دي حاجه طبعا ما فيهاش كلام، يعني هو كده كده ذوق عافيه هو هينضم لقائمه المنتخب. امام عاشور اتمنى الكام ماتش اللي جايين قبل البطوله يكون راجع كمان امام عاشور احسن من اللي هو فيه. طبعا بقاله فتره طويله غايب، دي هي دي لسه البدايه. فكابتن حسام حسن انت ارمي حمل على الراجل ده، الراجل ده تحطه في التشكيله الاساسيه لكل ماتش والله العظيم وانت هتكسب. امام عاشور بس، احنا عايزين امام عاشور يعني حط اي اتنين جنبه، المهم يبقوا الاتنين اللي معاه بيعرفوا يدافعوا، وسيب امام عاشور هو اللي هيحرك لعيبه المنتخب عن صلاح وعن عمر مرموش. امام عاشور الله اكبر عليه. وما اعرفش ايه سر الشنكار بتاع لعيبه النادي الاهلي. حسين الشحات يبص الشنكار وينزل يسجل هدف ويصنع هدف في ماتش الزمالك. طب امام عاشور يبص الشنكار قبل ما ينزل فيصنع هدف ويسجل هدف في ماتش شبيبه القبائل. هو ايه الحكايه؟ هي الشناكير دي فيها لغز كده ان الاهلي لعيبته تبص الشنكار تنزل تسجل وتصنع. ما علينا. الحاجه التالتة، مصطفى شوبير. بص مصطفى شوبير انا اتكلمت عليه كتير وهو حارس موهوب وحارس كبير مش محتاجين نتكلم عليه. انا ما اعتقدش ان في حد في مصر النهارده ممكن اصلا يقعد يتكلم على مصطفى شوبير قد ايه هو جون كبير وحارس موهوب وحارس المفروض ياخد فرصته. طبعا الكلام ده احنا قلناه كتير، قلناه كتير. مصطفى شوبير امتى بقى بجد، امتى هيتنفذ الكلام اللي الجمهور كله بيقوله؟ يعني بعيدا عن النادي الاهلي، هم طبعا ناس اضرب مصلحتهم يوقفوا الشناوي يوقفوا شوبير، دي حاجه بتاعتهم، على الرغم ان الشناوي عنده اخطاء كارثيه. والشناوي خلاص، خلاص يا جماعه والله العظيم جون كبير ومن احسن الحراس اللي جت في تاريخ مصر كمان. بس راجل 36 سنه، خلاص. خلاص الشناوي بقى بيغلط يعني غلطات كارثيه اقسم بالله، سواء مع الاهلي او حتى مع المنتخب. فامتى مصطفى شوبير ياخد حقه وينزل يبقى ده الراجل الاساسي بتاع النادي الاهلي، او بلاش النادي الاهلي هم اضرب يعني بالفريق بتاعهم، بس منتخب مصر. مصطفى شوبير لازم يبقى اساسي في افريقيا مع كابتن حسام حسن، والله العظيم لازم. هي مش فهلوه ولا هي بالعافيه ولا هي باي حاجه ولا حتى بالانتماءات، ده منتخب مصر فوق كل شيء وفوق الاهلي والزمالك. مصطفى شوبير بالعقل كده وبالهدوء احسن جون في مصر، وجون موهوب، جون يعني الله اكبر عليه. طيب ما فيش كلام نقوله. طيب هو الواحد مش لاقي كلام يعني يعظم في مصطفى شوبير يقوله. طب احنا قلنا فيه كل حاجه، بعيدا عن ضربتين الجزاء بتوع ماتش كاب فيردي اللي هو نزل صدهم. لا، في ماتش شبيبه القبائل اقسم بالله النتيجه كانت ممكن تتقلب لولا مصطفى شوبير. عنده رد فعل غير طبيعي في كورتين، واحده اللي هو طلعها بايده الشمال العكسيه، والكره التانيه اللي كانت في الستة ياردة من ياسين مرعي، كان غلط من ياسين مرعي، وكان الاهلي ممكن يتسجل فيه التعادل وكان ممكن يخسر كمان. فمصطفى شوبير جون كبير يا جماعه. امتى هيبقى مصطفى شوبير هو الحارس الاساسي لمنتخب مصر؟ وزي ما بقول لك النادي الاهلي هم اضرب مصلحتهم، على الرغم ان مصطفى شوبير مفيش جون احسن منه. انا راجل زملكاوي بقول لك كده والله العظيم. يعني محمد صبحي لو مصطفى شوبير مش هيقف في منتخب مصر، لا محمد صبحي اللي يقف، او احمد الشناوي. الواحد مش هيتكلم بانتماءات، بس فعلا التلاتة احسن من محمد الشناوي اللي بيغلط غلطات كارثيه. فانا اتمنى مصطفى شوبير يبقى جون منتخب مصر الاساسي، والله العظيم ده حقه عشان ده حارس كبير وحارس موهوب. ومش هنفضل نقول حارس واعد حارس واعد، لا خلاص. هي دي فرصة مصطفى شوبير اللي كل مرة سواء مع الاهلي او منتخب مصر بيثبت ان هو جون كبير. بأمانة مصطفى شوبير جون كبير. دي الثلاث حاجات اللي انا كنت عاوز اتكلم عليهم في ماتش الاهلي وشبيبه القبائل. يستروب عوده حميده لامام عاشور نجم منتخب مصر، وان شاء الله يبقى نجم منتخب مصر في افريقيا. ومصطفى شوبير اتمنى ياخد فرصته وياخد حقه اللي يستاهله. سلام عليكم.